السلام عليكم. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم اللحم قدره باللوز. هاد الشيء وفاسيه اصيله. تبعوا معايا المقادير، راه كتجي ماويه وديال الضياف. شوفوا المريقه ما شاء الله كتجي معسله ولذيذه وخاتره. راه ما نقولش لكم مذاق رائع جدا. كان عندي هنايا الحيمه ديال البقري. العطريه غادي نحتاج الثومه، 3 الفصوص، خرقوم، معلقه ديال القهوه، سكينجبير، معلقه ديال البزار ما عامراش، من الاحسن نديرو البزار الابيض، انا ما عنديش. الملح حسب الذوق، زعفران شعره رقدته في الماء، بصله بيضاء مشنفه، تقريبا درت 3 البصلات صغار. صراحه هاد الشهيوه كتبغي البصله بيضاء. تبعوا معايا الطريقه، راه كيجي رائع جدا. بسم الله. هاد اللحم قدره او الدجاج قدره باللوز، تيجي بالدجاج البلدي واللحم بقري او غنمي. صراحه هاد الشيء وفاسيه اصيله وكتجي لذيذه بزاف ومعروفه في فاس. عندي العطريه معلقه ديال السمن حار ولا معلقه ديال الزبده. انا ما عنديش السمن حار، غندير الزبده، واحد العويد ديال القرفه. كندير العطريه، كندير معاهم الماء ديال الزعفران، كنشحر هاد الحيمه في الماء، من بعد كنزيد عليها البصله وكنسد عليها واحد 10 دقائق وكنحل عليها. من بعد عاد كندير الزيت. بهذه الطريقه الحيمه كتشرب العطريه ديالتها، كتجي شبعانه لاصوص. والزيت ما كنديرهاش حتى كتهبط ليا البصله. كل واحد وطريقته، هذه طريقتي كنشاركها معكم. كيف قلت لكم الزيت ما نديروش دابا حتى نسد عليها تهبط البصله، عاد غادي نديرها. بعد 10 دقائق حليت عليها. كيف كتشوفوا البصله هبطات، غير تبعوا الطريقه، راه البصله ما كتبانش، كتجي المريقه خاتره. انا درت الزيت البلدي، الا درتو الزيت الرومي نقصو. هذه هي سردت عليك واحد المعلقه ديال اللوز مقلي ومطحون، كان عندي في الكونجيلاتور. صراحه هذه الطريقه كتختار المريقه، ديروها حتى مع البرقوق اللحم كتجي زوينه.
كندير زلافه ديال اللوز منقي مسلوق منقي. كيف قلت لكم الطريقه تقدروا ديروها للدجاج البلدي مع اللوز ولا الغنمي. انا درت ديال البقر. بعد نص ساعه تقريبا هاد الكوكوط كيف كتعرفوا كتطيب دغيا. كوكوط عاديه تقريبا ساعه الا كانت العافيه مهيله. كانت العافيه شويه مجهده 45 دقيقه. كيف كتشوفوا المريقه خاتره تبارك الله. نزيد واحد شويه ديال الماء غليان حيت كحات شويه. الماء ضروري يكون غليان، ما ديروش الماء في الطياب بارد. كيف كتشوفوا اللوز طايب حتى يطيب معكم اللوز، ماشي يطيب اللحم وتكون اللوز باقي. من الاحسن ديروه من الاول باش يطيب لكم. بهاد الطريقه كتكون كتخليو اللحم كتبقاو تقدموه يعني كتخليو عليه العلاقه ديالو باش كيتحمر كياخذ واحد اللون زوين. هذه هي المريقه ديال اللحم قدره باللوز. كنتمنى تعجبكم الشهيوه بصحتكم وراحتكم. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايك والمتابعه. وانا كنقدم لكم الشهيوه والباشا حاضيني تنحماق عليه القطيب ديالي. وفي الاخير غندير واحد الرشه ديال اللوز مقلي ومطحون الا كان